نقرأ جميعا الفاتحة إلى روح الراحل الكريم الحج حمدي حسن الصياد، وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا، وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام، وإلى أولياء الله الصالحين، لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. تقدم باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات الصياد الأكرمين، أعلام ورموز الأدب والواجب في كل مكان وزمان. تقدم بأسمائهم جميعا إلى حضراتكم بأسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان، في ليلة تكريم الوالد الكريم حج حمدي حسن الصياد، والد الأستاذ حمادة محمد الصياد، وشقيق كل من حج محمد حسن الصياد، حج سيد الصياد، والحج الصياد، والحج صبح الصياد، والحج طارق الصياد، والحج أشرف الصياد، والحاج محمد رشاد الصياد، باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وباسم أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم، وباسم أبناء العمومة جميعا، تقدمون بأسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان، وإلى السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة، وإلى عموم عربان مصر الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من داخل المؤسسة العالمية لكبرى شركات ومخازن الفراشة الأهلية، وأحد الصيحة في عالم الديكور والمفروشات، أصحابها أولاد خطاب المقيمين بهذه البلدة الطيب أهلها. خدمات النت العالمية، المخرج الكبير، مخرج الروائع القرآنية العالمي المهندس عبد الباسط الدمرداش، أسعد بحضراتكم الإعلامي إسلام صابر من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية والإذاعات الخارجية، بصحبتي علمين من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد السيد عيد، وفضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد محمد عزب في هذه الليلة القرآنية المباركة التي جئنا إليها بدعوة كريمة من الأستاذ أحمد أشرف الصياد، في ليلة تكريم الوالد الكريم والمربي الفاضل. أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلحقنا به على الإيمان الكامل غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هي أول كلمة في القرآن الكريم. الحمد لله هي أول كلمة نطق بها آدم عليه
السلام بعد أن بعث الله فيه الروح. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولها عبد من عباد الله فنزل الملك الموكل بالحسنات وقال اكتبوها لعبدي كما هي، فإذا لقيني أجازيه بجلال وجهي وعظيم سلطاني. الحمد لله الذي شرف السعود بأشرف مولود عرفه الوجود وشرف به الآباء والجدود. حملت به آمنة بنت وهب فلم تجد في حمله صلى الله عليه وسلم ثقلا ولا ألما ولا تعبا، ووضعته صلى الله عليه وسلم في خلع الوقار والمهابة يجلى بنور ساطع كالشمس. فيا رب إني قد عرفت محمدا وتعلقت روحي به وفؤادي. يا رب فاجعلني بحب المصطفى من خير أهل النصح والإرشاد. وأنا أقول مع الجميع مرددا وجميع أعضائي كذاك تنادي. يا رب إني قد عرفت محمدا. يا رب صلي على النبي الهادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. تقبل الله عزاءكم جميعا. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته هنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الوالد الكريم والمربي الفاضل حج حمدي حسن الصياد الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. أسأل ربي جل وعلا أن يكتبه في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأن يجعله ممن يجلس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار ورؤية واحد وهو العزيز الغفار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من هذه الليالي القرآنية منطلقا لمصافحة القلوب والآذان بكلام الله. نقف على باب الله فلا يردنا شيئا سواه. أدعو العلم القرآني والقطب الإذاعي الشهير قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وأحد أعلام دولة التلاوة في فن وتجويد القرآن الكريم، علم أعلام مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، سفيرها الدائم في جميع أنحاء الجمهورية، الذي مثل مصر في أكثر من دولة عربية وأوروبية، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد السيد عيد، فليتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم صدق الله العظيم. عليك يا مولاي ربنا يرضى عليك. عليك لا لا ليلة حلوة جاي لك من كوم حاليا عشان نسمعك صرف لنا عم تخيلش عليك اي حاجة عشان خاطر سيدنا النبي ربنا يرضى عليه يا رب. كتر عمك الحاج. نعم يا عالم يا معلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم كمان يا مولاي تبكي فيها بالله عليك بالله عليك تبكي فيها يا مولاي. ربنا يزيدك. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا من حلاك يا سيد. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب
والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم محمد حلاق يا سيد الشيخ احمد صالح بقى يا اخي عشان خاطر سيدنا النبي يا اخي جاي منكم حالين عشان نسمع الخير وإني سميتها مريم نعم
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نعم يا فضيلة سيدي. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند صلى على سيدنا النبي ربنا يرضى عليه. من يا اخي جوابك كمان ربنا يزيدك يا رب. صلى على سيدنا النبي. عليك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ما شاء الله يا سيدنا. وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله اكبر عليك. ده مفضوح النهارده يا عم الشيخ محمد والله.
قالت هو من عند الله سيدنا النبي. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند قالت هو من عند قالت هو من عند الله وكفلها زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك
والقرآن سيف في يدي، والدنيا هو الأخرى، فهلا حرصنا حده سدا قويا. فمن لا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقتها لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزلت لها رطبا جنيا. هكذا إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، تلاها علينا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. فقهة قراء محافظة القليوبية وسفيرها الدائم في جميع أنحاء العالم أجمع، الذي مثل مصر في أكثر من دولة عربية وأوروبية، ابن مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديث من داخل إحدى شركات ومخازن الفراشة الأهلية، وأحدث صيحة في عالم الديكور والمفروشات لأصحابها أولاد خطاب المقيمين بهذه البلدة الطيب أهلها. خدمات النت العالمية، مخرج الروائع القرآنية العالمي مهندس عبد الباسط الدمرداش. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، ومشاركة منا إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات الصياد الأكرمين، في ليلة تكريم الوالد الكريم والمربي الفاضل الحج حمدي حسني الصياد، والد الأستاذ حمادة محمد الصياد، وشقيق كل من حج محمد حسني الصياد، الحج سيد الصياد، والحج الصياد والحج صبح الصياد، الحج طارق الصياد، الحج أشرف الصياد، الحاج محمد رشاد الصياد، باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وباسم أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم، وباسم أبناء العمومة جميعا، وقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان، وإلى كل القيادات الأمنية، وإلى كل القيادات السياسية، وإلى كل القيادات التنفيذية والشعبية، وإلى السادة النواب أعضاء مجلس الشعب، السادة النواب أعضاء مجلس الشيوخ، السادة المستشارين أعضاء السلك القضائي، السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة، وإلى عموم عربان مصر الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها السادة المعزون الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.